كوكب الأرض ومن الجامعة التقنية الشمالية. أهلا بكم في البشير وسوق سوق الليلة جمعة من أوستن تكساس. أهلا بكم البشير شو حيوان جلده واملس. اسم منظومة الحاسوب من نسب الثقافة البشير. From air to space, University of Kirkuk, English department. Welcome to البشير شو. Drive tonight is Friday. شبكة طريق السلطان من كوكب الأرض. أهلا بكم في البشير شو. من كوكب الأرض إلى أحمد البشير. أهلا بكم في البشير شو. من محاضرات الرياضيات سالس سين طيارة. أهلا بكم في البشير غثة في قلبي. علي، أنا هواية أشياء فايتتني بالحياة، منها 42 مليون موقع، ومنها هاي السوالف كلها. هسه شفت ورا مصعدة فوق. شنو سيدي؟ أنا عبالي المطاعم اللي تحط بردات بنهار رمضان عبالي عندهم ترميم. علي أنا عبالي المطعم كله قلبه جناح عوائل، طلع يضربون ثريد الجماعة جوا. أنا عبالي علاء صدق بيه قرحة ولازم يبلع 4 أنواع حبوب، طلع يبلع امنمز. والشيء الغريب كنت عبالي ما تجي القرحة بس برمضان، قرحة موسمية. يا مكثر العباليات والعبالي. وانا اقول حسن ايش بيه يقضيها على طريق النجف شهر رمضان؟ عبالي يصعد عند الحزن يتذكر موتاه، طلع يدور جنايز حتى يطب وياهم مطعم. انا عبالي عمار من ينقر سلف ويروح لليوميه للحله، عبالي مهتم بالاثار، طلع يريد يعبر ال 50 كيلو حتى يعتبر على سفر. زين على الاقل اخذ جنازه الكباب حتى ياكلون وانت ترجع براحتك. زين انا ليش ما كنت اروح للحله؟ ليش ما طبقت ويا جنازه؟ ليش ما طبيت مطعم ابو البردات؟ لكان ليش كنت مقضيها خبز يابس؟ صار عندي ارتفاع بنسب الكاربز. هاي ليش ما حد قال لي عليهن؟ مشكله وين؟ المشكله هذا الفاطر يتقمص كاركتر الصايم اكثر من الصايم، واكثر واحد يوزع فتاوى ورزل بالناس، وهو ساند معدته كباب من الحله، لكن ناقص كان يتغالب وياي على الفطور. نب هذا اللي كان يروح ليرموك يقعدون المراجعين وقصله باصه ابو 500. والله ايش بيك اتخربط؟ الطبيب ما يشوف هالقد ماكو قاعدين مثله. صار عنده ارهاق فجاه، العراقيين كلهم صاروا كيم كارداشيان ويراد لهم ثيرابي سيشن وعلاج طاقه. والله قال لي شهر لا تصوم، هو رمضان شهر. مرهق ايلون ماسك، مرهق بيل جيتس. اكو هذا اللي يقول كلا للطائفيه، يفطر ويا السنه ويسحر ويا الشيعه. فاطر كذاب فاطر. كلها تمشي وتعبر على الكل اذا كنت فاطر، الا اذا لزمك ابن اخوك يبتزك لدرجه يدفعك اكثر من الكفاره مال الصيام. عمو اريد سيت ارماني على العيد، لا نشب ماكو. اوكي حبيبي تدلل، صار راح اجيب لك كيدس مال عتاد ابو الصجن بالعيد، وطقطاقات وحذاء ابو الضوء، وعيديتك معجوني هاي من عمو. شوف اعراض الفاطر كلش مهمه، انتبهوا عليها. اي واحد عنده هاي الاعراض ما يتحمس على الفطور وما يتحمس على السحور. تعال تسحر، راح اخذ السحور للغرفه فوق. كذاب ضمها للريوق. انت من يقول لك راح السحر بالغرفه؟ يعني الاكل دخل بالصندوق السياد. العارض الاخر يقول هواي رمضان سهل هالسنه، لا جوع ولا عطش الحمد لله، حتى الجقاره ما مشتيها، ضارب تكتين من الصبح، وريحه حلقه دائما طيبه، وقلاصات مال شاي دائما جو الشربايه مالته. اي واحد عنده هاي الاعراض هذا فاطر. هذا تقدرون تواصلون ويانا على دقيقه. خلصت فقره الغثه. هذا اللي كان غاثني بالحياه، صفقه الغثه. شكرا. تقدرون تواصلون ويانا على المواقع الموجوده جوا هنا، وتقدرون تشوفون بث السفينه كل يوم جمعه الساعه 9 على قناه جديده بالعربيه. ورمضان جنرس، واحلى شيء برمضان هو لمه العائله والاجواء الايمانيه والروحانيه، ونبذ الخلافات والاختلافات والتسامح وصله الرحم والتقارب، وصناعه الذكريات والتزاور بين الاهل والاصدقاء والمحبين والاخوه، عدا الخلايا الفاطره اللي حكيت عليهم قبل شوي.
فواحدة من أهم الأشياء برمضان هي القعدة اللطيفة واللمة الشريفة والوجبة الخفيفة. كريم، مرحبا بكم متابعينا ومشاهدين قناة الفلوجة الفضائية، أهلا وسهلا بكم ببرنامج مطبخ صلاح، معكم الشيف صلاح الراوي. أتمنى لكم نهار سعيد وكله طاقة. أطباقنا لليوم متنوعة وسهلة ومفيدة. طبختنا الأولى لهذا اليوم اللي إلى هنا نكون وصلنا بداية هذا برنامج يبدي علبق. لو أنا ما مسحر لو شو الموضوع. طبختنا الأولى إلى هنا نكون وصلنا. خلص رمضان شنو؟ بداية هذا برنامج ما تعرف بدايته من نهايته. بداية نهاية البداية مالتك منين تبدي وين تنتهي؟ صايم انت؟ اخي صلاح الراوي، بما انه انت ما تعرف اولك من تاليك، هذا الفنجس اللازق على الحائط لوكيشن مال لاست اوف اس الجديد هذا؟ لو هذا كاموفلاج تغطون مغامرة الطائرات مدري قيادة الفيلق اللي قاعدة يمكم، خايفين من قصف لو قناصه مكمبرين بسيرفر ثلاجات. شنو هاي؟ طلع في صوت اللوكيشن، اي خليها هيك خليها هيك بقى. هذا الدكت السيلفر الفوق مال تنفس لو مال مبرده لو مصورين بغواصه نوويه انتو. زين هذا الشاصل قدام هذا مال ميز تشري عليه هدوم الشيف لو باترينا مال موبايلات هاي. زين الشاشه ليش محجبيها بالكاموفلاج؟ وخوش مطلع فيديوهات ترى والله اكل حلو. زين حطوا الشاشه مكان الشيف صلاح والشيف صلاح ويتفضل ويتقبع بالكاموفلاج باعتباره ثروه وطنيه مستهدف من الامبرياليه. ورا هاي النقاط المختلفه مخلص الكلام فضني اكو مواشير بالموضوع لو نهايه البرنامج لو صار. الطبق الرئيسي لاكلتنا لهذا اليوم هي اكله الدليميه اللي معروفه واخذت صدى واسع بالعراق وخصوصا في المحافظات الغربيه من العراق، ونستغل هذا الموضوع انه بما يخص موضوع شوربه العسل. امهاتنا وخواتنا الطباخات، شوربه العدس خواتنا وامهاتنا الطباخات، هلا بالعدس. ترى العدس ما له علاقه بالدين، يعني هلا بينا يواش. فيما يخص الطبق الثالث عندنا سموثي الاناناس. حبايبنا هنا طبقنا الشرقي، هنا شوربة العدس إضافة إلى الدليمية بشكل غربي، وعصيرنا السموثي أناناس. يواش أنت أوقف قبل لا أدخل بنهاية بدايتك دقيقة. أنت مسوي 3 أطباق، دليمية وشوربة عسل وسموثي أناناس. هذا فطور لو ريوق عرسان فندق بابل. شنو صدام الحضارات هذا؟ دليمية وسموثي أناناس؟ تحس نفسك متزوج وحده من الحارثيه وبدك تقضون شهر العسل يم هيثم الكردي بال160. دليميه وسموثي؟ اذا تجيب واحد عيثاوي وتقول له يا خالي مسوي لكم علقده دليميه وسموثي، جاب لنا عرق علقده؟ ولا ربك العرق ورا صلاه العشاء مو هسه عين. زين اهل الانبار شنو رايهم بالهبيط وشوربه العسل والسموثي على الفطور اللي يسويه الشيف جالي؟ عندنا اتصال ابو محمد من الانبار، نورتنا يا ابو محمد. بس على موضوع الكبه شنو اللي يطيب الكبه مالت البرغل، المطيبات مالتها البهارات جزيل الشكر، نوعيتها صار بعيوني نوعيه البهارات. ايش طابخ اليوم ابو محمد؟ وقف ايش طابخ ابو محمد؟ وقف ابو محمد من الانبار ويتصل ببرنامج صلاح جالي حتى يسال على بهارات كبه البرغل. الووك دخلت على انبار يا ولد، الانبار صارت برلين يا ولد. ابو محمد من الانبار واصل مرحله من التعايش بين المراه، ما يسال على طريقه الكبه، يسال على الاكسسوارز مال الكبه. والله العظيم انت صدق؟ سموثي اناناس ودليميه هاي حتى بكبيسه ما تشتغل. اذا ظل هيك اكلاتك ما راح يعطوك ميشلين ستار، راح يعطوك تاير ميشلين مستعمل ونقشه خشنه. همات حبي عندك مشكله بالخلطات. ابو محمد يتصل على الكبه، علي ابو محمد من الانبار يتصل على الكبه. دقيقه حبيبي، انت مشكله الخلطات عندك بقى سموثي اناناس ودليميه، مقلوبه لحم وسموثي موز بالمكسرات، سمش مشوي وشوربه ماش. طبق رئيسي سمك مشوي بالفرن، تمن احمر، الصوص الخاص بالسمكه مالتنا، شوربه ماش مع الشعريه، اضافه الى السلطه الموسميه.
بس ملاحظه شوف جالي، هاي السمكه مبهجه، خما خابط وياها موز وحليب. اذا صرنا مرقطين العلاج عليك على القناه، السمكه تحسها تنزف، السمكه تحس ضاربها معجون قبل البولش بعده. وهاي الخياره اللي على شكل قلب الحب، ترى هاي صار على شكل دعاميه مال واحده مسويه نحت يم طبيب جالي. والله. بعدين اخي صلاح التمن الاحمر مالتك مو احمر، برتقالي، تمن هولندي تحس هذا. فعنوان الفيديو المفروض يصير سمك مشوي بالفرن وتمن برتقالي وقاطين بولش والف سلامه عليكم وما بكم الا العافيه ان شاء الله. صفقه الشيف جالي صفقه. ونسنا والله الشيف هذا. اي فهذا الشهر تلتم به العائله على سفره كثيفه وتتفرج برامج سخيفه تربحك شغلات عنيفه. الهديه الثانيه اللي هي عباره عن مروحه. ثالث هديه اللي هي قلايه هوائيه، نشوف وين حتروح لاي محافظه من محافظاتنا. الهديه الاولى اللي هي شاشه بلازما حجم 32، والهديه الثانيه هي مروحه عموديه، والهديه الثالثه هي قلايه هوائيه. عندنا الخلاط، عندنا المحضره الطعام اللي هي صارت ذراع يمين كل سيده، خاصه اللي تطبخ ولوقت ما عندها، تخلي كل المكونات بالمحضره وتسهل الامور. عندنا الهدية الثانية مكواة بخاري. عندنا مثرامة اللحم، خلينا نشوف وين حتروح. عندنا خلاط راح نشوفه من نصيب منه. عندنا بعد الخلاط نشوف من نصيب منه. أما محضرة الطعام فخلينا نشوف الاسم الأخير. ذراع يمين لكل سيدة بالمطبخ، محضرة الطعام هاي لو بعلي الشنقة. شنو محضرة الطعام؟ أليكسا يعني روبوت هذا؟ قولي ست البيت، لو هاي تختلف ست الكتائب هاي. محضر الطعام وبنكة عمودية، انتم مقاومة، ايش عجب ما توزعون مسيرات؟ حتى لو يطير الناصي عادي مو مشكلة. بالله جاينا من النرويج لهنا توزع لنا قلايات كهربائية وخلاط وبنكة عمودية وبلازمة 130 حتى فيديو سيدي ما ينشد عليه. هسه عرفنا هذا البرنامج العائلي المحافظ شو يقدم جوائز. شنو نوعية الأسئلة الخفيفة اللطيفة اللي موجودة بهذا البرنامج؟ السؤال يقول: أية حكومة أسقطتها السفارة الأمريكية وتظاهرات الجوكر الأمريكي في تشرين الثاني عام 2019؟ الخيار الأول يقول حكومة العبادي، الخيار الثاني يقول حكومة السيد عادل عبد المهدي، والخيار الثالث يقول حكومة الكاظمي. ساعديني شوية. يلا حذ في أحد الأجوبة. خلصنا من الخيار الأول. فعلا خلصوا من العبادي. زين ليش خلصتوا من العبادي؟ مو وياكم بالاطار خطير. زين ليش السيد عادل عبد المهدي والعبادي عبادي قبل؟ معلم اثنيناتهم اطار، لو ما عنده قلايه، لو لان ما يوزع بقلاوه على كبار السن، نجيب له ست الكتائب. خلينا نشوف، والله حبيت هذا البرنامج العمودي. السؤال يقول: من هو أحد رموز الجوكر الأمريكي الذي يستخدم برنامجه التلفزيوني لمهاجمة الحشد الشعبي والمرجعية والعمامة الشيعية؟ الخيار الأول يقول ستيفن نبيل، الخيار الثاني يقول بشير شو، والخيار الثالث يقول مشرق عباس. روبرت دينيرو خواكين فينيكس. هو امريكي وجاب الجوكر الامريكي شخصيا وقعدوا وياه باللقاء. بشير نعالج دخله بالنص. بعدين مشرق عباس ليش اصلا خيار؟ ما عنده برنامج، هلا هو ما طالع. كان عنده برنامج حكومي وبرنامج تلفزيوني. ومشكلة انتوا قايلين برنامج تلفزيوني يعني واضحة. كملي ليش كملي عيني كملي. قلي نحذف لك احد الخيارات وتؤمر امر يا علي. تم حذف الخيار الثالث وبقى لك الخيار الاول اللي يقول ستيفن نبيل، والخيار الثاني اللي يقول البشير شو. بشير شو. يلا نقول يا الله ونشوف الإجابة. إجابتك صحيحة، إجابتك صحيحة يا علي. طبعا أكيد البشير شو هو العميل للمخابرات الألمانية والأمريكية ويبث برنامجه من على قناة الدي دبليو الألمانية. هذا اسمك دخل ويانا والكل يعرف أنه البشير شو كل همه أنه يسقط العمامة ويسقط الحشد الشعبي والمرجعية والمحافظات الجنوبية.
كبرت والله وصرت سؤال بقناة الانوار 2 والله كلهن انا اسقطهن. انا بطرق هذا وشارد للفضاء. طلعت انا اسقط محافظات جنوبيه والعمامه والحشد والمرجعيه كلهن. 6 الكتائب اني شنو؟ اسقط واخلط واعجن واطحن واهلهل كلهن. الحشد تمويله $2 بالسنه عدم ميزانيه شركه المهندس. اجي اني بعلي البصراوي المقدشه العدين وما جايب راتبه. فاحنا هسه فرحنا العائله ووزعنا هدايا والاطفال ناموا من وقت على بنك العموديه، فنحتاج نتفرج بعد على اشياء تفتح شهيتك للحياه. نحتاج هسه جوائز من القنوات تغير سنتر دماغك. لكن البرنامج رغم كل شيء حتكون عندنا جوائز وهدايا مقدمه من الشركات الراعيه، واول هديه مقدمه من الله مركز امبريال للتجميل، وعندنا اسكوبار، شركه اسكوبار للاراجيل والتبوغ الروسيه، واكيد عندنا مجموعه وشركات يحيى حسين السامرائي. تحياتنا ليحيى. يحيى حسين السامرائي، ايش جابك بين الامبرياليه واسكوبار حبيبي؟ اسمك مال براد مي محطوط بجامع مو مال شركه. اسكوبار؟ هاي اكو شركه اسمها شركه اسكوبار؟ تعال 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 تعال، هاي الهديه مقدمه من شركه اسكوبار للتبوغ الروسيه. مبروك عليك. ممكن تشوفونه شكو بالعلاقه؟ لك هذا قال اسكوبار، وين الاف بي اي عنك انت؟ اسكوبار وروسيه؟ المفروض كولومبيا هاي الشركه ولك. دقيقه، اذا تريدون تشتغلون بالمخدرات لازم تسموها مو اسكوبار. اسكوبار قديمه صارت، سموها شركه حسن او نصر او حسكوبار. حسكوبار غضب الله. شنو شركه اسكوبار هاي؟ هذا الصايم شمه واحده من هاي العلاقه يلقى روحه بالعيد الاضحى مو الفطر. وبعد ان يفرح الصائم ويحتسي جوائز، طبعا يحتاج واحد يصحيه على زمان. انت شلون تتدخل؟ شنو هاي اللي واقف؟ بابا عيب. شفتي؟ هاي ايش صار؟ شنو صار؟ ممكن علاقه لخ من شركه حسكوبار؟ الاولى طارت. علي اركض الباب المول، جاوب اي سؤال وجيب لنا علاقه على السريع من حسكوبار، اركض. علي ام الصوره الاصليه والمقدم الاقرع، انتبه علي. المقدم، كل المقدمين واقفين بباب المول ترى. هذا يوزع مخدرات، يوزع جوائز. بسرعه بسرعه بسرعه. اي هاي حسكوبار جروب. اوكي تمام اوكي. نسيت اخر 3 دقائق من حياتي. شو صار؟ والله عيد لي الفيديو، ما ادري ايش صار دافتين. يما ما سويت لك شيء. شو اسوي بك؟ ما بس انت سويت تدري لك شنو شيء. مو واحد يطلع. ما سويت لك شيء والله يما. جديه بس شفافه. تتدخل. قلت له اريد فوطه ودشداشه. اخوي توكل. انت شنو انت بالمحل؟ بس سؤال، انت بالمحل انت؟ يعطيك العافيه يما. يعطيك العافيه بس اريد من ابني. لا مو بالمحل انا. انت شو تتدخل؟ عيب. شنو هاي اللي واقف؟ بابا عيب. شفتي؟ شفتي الصح؟ لا تجربة اجتماعية خلص استاذ. لا تجربة اجتماعية بس نهدأ. تجربة اجتماعية. هذا الممثل ماكو احد ينقذه. ده يصيح. هذا مثل برنامج الصدمة، يجي واحد يسوي عقوق والدين ويجي واحد بالصدفة ابو غيرة ويسوي فينشنج للممثل. 3 اكسات مربع مثلث بخ بخ. بس الحلو باركات هاي البرامج مال غيرة ما بيها فشار بس ضرب. اركات محافظة رمضانية اسرية. تحسها اخلاق مال تجربة اجتماعية. هم حتى يحلون موضوع عقوق الوالدين يشيلون ثقافة العنف. بس عادي تجربة اجتماعية. وتدري عادي بالعراق 2 مدمايين بس واحد يقول تجربة اجتماعية، راسا واحد يقول محضن الله. ماكو فصول ولا عشاير. اقول لك خاف اللي يصير بينا من 2003 اليوم يطلع تجربة اجتماعية. بلكي المالك يطلع ممثل وتطبهم بنفسج وتقول تجربة اجتماعية عراق. الله. انا تدري شنو اكثر شيء يقهرني بهاي التجارب الاجتماعية؟ الممثل اللي ياكل كتل بهذا البرنامج قد راتبه هذا؟ عار هو هذا عار. رجال شلون تحكي ويا ابوك انت حكي؟ شلون تحكي واحد؟ شنو هاي اللي واقف؟ وهي تتدخل ما لك علاقه. تجربة اجتماعية عادي، اطمئنوا اهدأوا، ماكو شيء شباب، تجربة اجتماعية. صفقة الممثل الشاب اعطاني كتل بالتجارب الاجتماعية.
شوف انا هذا الممثل من رمضان السنه اللي فاتت قلت هذا الولد ما يعيش رمضان الجاي، لو فقدان ذاكره لو يوقف بيه تكخط، بس والله طلع بطل وكمل عادي يا هذا رمضان. اما شو وقت تحديدا قلت هذا ولد بطل؟ ورا هاي التجربه الاجتماعيه. انا راح اخذ شوكولات عني، هسه راح اخذ شوكولات. تعال صراحتني جدي انت مجدي بس لا اقول لك عفوا، لا اقول لك عفوا، لا اقول لك عفوا، لا اقول لك عفوا، بدي اقول لك عفوا. هذا رجال كبير ما يقدر تتصرف وياه. المحل صار صمته ورا راشد هدوء ابالك نيزك ضرب الارض. هذا العجل من قوته كل اللي بالسوبر ماركت انضربوا كلها سكتت، حتى ام التجربه الاجتماعيه ما جتي قالت لك خليه يهدأ شوي. بعدين ورا وياك تجربه اجتماعيه واقلب. اهدي اسم بالخير. حسن ولي حسن. ان شاء الله الله يخليك ويخلينا هاي الغيره العراقيه ويخلينا جهودك. وتجيب لنا المركز الاول بالجودو، ونطلب من اتحاد السومو يدار الاخ ويدز معسكرات تدريبيه يفضل خارج بغداد مو بالاسواق، ولا حد يلتقي قباله هو وابوه. زينه مو زينه علاقتك بابوك هذا حاسب لك شرج ازلي. حتى ما قالت تجربه اجتماعيه من الفزه قالت مقلب. ما شنو المذيعه فقدت الذاكره. هذا المسكين الممثل شايل دم على خده. واحده من التجارب الاجتماعيه يطقه شرجي والله ازلي. هذا الممثل عمره بالاسابيع مو بالسنين. اخويا ممثل حبي هذا شو اسمه غصون مسار الحكامي. اخويا مسار، انا راح اتكفل بتغيير مسار حياتك بشغلتين. الاولى بوليصه تامين على خدك وذاكرتك مقدم من السفينه ستار اكس مجانا كل شهر رمضان اذا ظليت عايش يعني. والثانيه اوعدك باول مسلسل انتجه السنه هاي اجيبك ممثل بيها ونساهم بانقاذ حياه انسان بشهر رمضان. شكرا. وطبعا اهم شيء في شهر رمضان المبارك هي خفه الدم والكوميديا والعائله المحافظه اللي لازم نزرع الابتسامه على وجوهها. فتجي القنوات العراقيه وتنتج كميه هائله من البرامج المفروض نصه يروح للارشيف. زين الحقيقه اذا بالطبيعي تسوي اذا شلعوا سنونها شو تصير؟ لا شنو؟ لا شو تسوي؟ اي يقول لك فد واحد شيت من فوق السطح للقاع. وقال لي ليش؟ قلت له حتى يشوف مسقط راسه وين. زينه هاي. ماذا يسمى بيت الأفعى؟ ماذا يسمى بيت الأفعى اللي هي بين قوسين التس. هنا شنو يسموه؟ الجحر. عافية. ألف مبروك. زين راح احذركم حزوره. ليش البرازيل ما يزرعون بها تين؟ هي دوله لاتينيه. الحمد لله ما ندمت على ترك الارض. كل ما افكر بالرجعه واشوف هاي البرامج ابخلها اكثر وابتعد اكثر عن هذا الكوكب الفني. هاي النكات ما كانت تجربه اجتماعيه؟ زين ما ندز على ابو الاحمر ياخذ له فره على القنوات؟ اقول لك هذا ابو الاحمر ليش بنسلموه ضبط السلاح المنفلت واعتبروه تجربه اجتماعيه؟ مشاهدينا وبما انه النكات كلها معاده ومعقده ويراد لها شرح لذلك وجب التفسير. والان مع فقره وجب التفسير. اهلا بكم مشاهدينا في فقره وجب التفسير. هنا راح نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم من كوكب الارض استفساراتكم صحيح قلتها؟ ونفسر لكم النكات والدعابات والطرف المنتشره في هذا الشهر الفضيل. ومعنا اول اتصال نقول الو. السلام عليكم، ممكن اشارك؟ ايش فطرت اليوم؟ شوربه. عسل؟ شوربه عسل اكيد وياها طبق سموذي اناناس. شنو هذا السموثي؟ اناناس معصور فوقه نمنم. لا احنا ما ناكل. عموما اتفضل حبيبي، شنو الطرفه اللي تحب تفسرها؟ انا كنت اشوف برنامج اسمه كات نكات. لا تقول لي مال سولاف وسيف الباشا. ويا هلا ومية هلا بيكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج كات نكات. اليوم الحلقة مميزة وأكيد بها ضيوف. اليوم الحلقة راح تولع نار. يمي 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 يمي. اكيد تعالي كذا كل شو عندي. نعم اخي شنو استفسارك؟ عندي النكتة مال الفيل. إذا قطعنا خرطوم الفيل حبيب قلبي ما الذي سيظهر؟ يصير خنزير.
يا وجهة نظر يا وجهة نظر صح. ها يقول صار خنزير. إذا قطعنا خرطوم الفيل ما الذي سيظهر؟ ايش راح يصير؟ أول شيء يعتمد على طول الخرطوم. مو يغير شكله لو ما يغير شكله. يغير شكله. اخي المواطن المتصل، انت محتاج هذا التفسير ضروري؟ واحد من العائله انقطم عنده خرطوم، مسوين تجربه اجتماعيه على فيل. اي والله ضروري، محتاجين كلش الليل مدى النامه. اوكي كمل النكته. لا إذا قطعوا خرطومه يبقى فيل يخن. ممكن لان الفيل حيوان فممكن يخن بصراحه، والفيل يعني يحتاج الخرطوم حتى ياكل ويمشي ويشرب. اقتنعت عزيزي المتصل؟ شكرا جزيلا. لا والله بعد ما احسه تفسير علمي. تريدها علميه، قفلت على العلميه. حقك، عندك فيل، كمل. هسه شنو؟ شنو؟ والله صدق كذب، والله سهل، والله العظيم سهل. إذا قطعنا الفيل، إذا قطعنا خرطوم الفيل. إيه شنو؟ طبعا شو يطلع؟ فيل مقطم. مو؟ لا فيل مقطم. صدق تحجون؟ والله ما أدري. يطلع دم. نعم اخي، هذا الجواب علمي ودقيق، فعلا يطلع دم. اتمنى تكون استفاديت من هاي المعلومه وليلك تنام بسلام. الله يستر عليك التوفيق لك. او ناخذ اتصال اخر ونقول الو. تفضل حبيبي. ممكن اشارك؟ انت عندك تيشيرت احمر؟ ملتقي يم اسواق قبل؟ مسوين عليك تجربه اجتماعيه؟ شو مشبه على صوتك؟ فضني فسر لي هاي النكته. حاضر استاذ حاضر. منو اكثر حيوان ينعزم بالاعراس؟ اكثر شنو؟ حيوان ينعزم بالاعراس. كلب. لا بزونه؟ لا لبس يافس. جواب بنوع من المنطقيه من الاخ سيف الباشا، لانه صوت الفسيفس هو والفسيفس ايضا يسمى تركي ويستخدم في عيد الشكر بامريكا اللي صارت صديقه الاطار. عندكم فسيفس حالك حال ابو الفيل اخي المتصل؟ لا ما عندنا. لا عاد شو عندك خالقنا ابو الفسيفس. ناخذ اتصال اخر ونقول الو. تفضلي اختي. مرحبا، ممكن اشارك؟ اي تفضلي. ممكن تفسر لي نكته نكات؟ تفضلي اختي العزيزه، ايش فطرتوا اليوم؟ دجاج. سويتوه بالقلايه الهوائيه؟ عندي سؤال عن نكته مال كلاب. هم بكات نكات؟ ايه. شو هذا البرنامج بس حواوين، هو ابي حواوين. تفضل عزيزي. اكو علاقه راح للصين، طب للما اليسار لقاهم ما يكيتون دولارات ولا فلوس، يكيتون كلاب. 3 كلاب محروقه. 3 كلاب محروقه لبنان، قاموا يكيتوا كلاب، 4 كلاب محروقه لبنان، اخر شيء خلص الكلاب مالته جاب بس كلب واحد، مطرب قال له سوي لك تحيه، قال له لا صرف لي يا جراوي. احنا عندنا 2 بالعراق راحوا للصين، المالكي وعادل عبد المهدي، عاد ياهو اللي صرف اللاخ ما ندري بصراحه. اما تفسير النكته اختي العزيزه، فالنكته ما بها تفسير علمي غير التفسير السياسي اللي فسرناه. شكرا جزيلا مشاهدينا، كانت معكم فقره وجب التفسير. اهلا بكم مره اخرى، وبعد الفطور ولغايه الساعه 1 بالليل تبلش المسلسلات الجميله الدراميه الرائعه اللي تناقش قضايا تهم المواطن والمجتمع، واللي العائله العراقيه تلتم عليها وتتفرج وتستمتع ورا الفطور. مسلسل الكاسر دراما عراقيه من بطوله الفنان العراقي غالب جواد، بيتحدث عن صراع عشائري قائم على الثأر والتمرد. المسلسل عامل ازمه. ثم ذهب وفد من شيوخ عشائر الجنوب زاروا مقر هيئه الاعلام والاتصالات لطلب وقف التجاوزات التي تطال العشائر الجنوبية. بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف بث مسلسل الكاسر استنادا إلى شكاوى ادعت احتواه على إساءات لشريحة من أبناء الشعب العراقي. المكان ليس افتراضيا بدلالة الزي الجنوبي. زين. الزي المقابل كيف أقحمته في الجنوب؟ هو أقرب إلى زي داعش. احنا كجنوب مستنكرين المسلسل من بدايته لنهايته، لأنه يسيء إلى سمعة العقال الجنوبي وسمعة الشيخ الجنوبي. يا جماعة الظاهر كلش علق على هذا المسلسل، والاعتراض على اللبس لأنه يشبه اللبس مال داعش اللي هو لبس أفغاني أصلا. حلو. هي مشكلة حسين القاصد ويا اللبس الأفغاني لأن مو ستايلش، لو مشكلته ويا الأفغان نفسهم.
اذا على اللبس فاحد ابطال المودلز ابو درع لابس من عند هذا بالضبط يعني، وحتى نفس جرة الشاجور، واحتمال هو نعطيهم اياه المسلسل يصورون بيه ويرجعوه. واذا مشكله الاخ حسين القاصد بالافغان، فليش ما نشوف راي احد قنوات المقاومه بالاخوه الافغان؟ السؤال يقول: في سوريا اشترك مجاهدون للدفاع عن مرقد السيدة زينب عليها السلام باسم فاطميون، من أي جنسية هؤلاء المجاهدون؟ الخيار الأول يقول مجاهدون من الجنسية الباكستانية، والخيار الثاني يقول مجاهدون من الجنسية الإيرانية، والخيار الثالث يقول مجاهدون من الجنسية الأفغانية. والله يعني نقول الجنسية الإيرانية إن شاء الله. الإيرانية لو الأفغانية بكيفك ثبت. لا الأفغانية لا. نقول يا الله ونثبت. يلا قول يا الله. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي القوة البطلة اللي هي قوة فاطميون اللي هم مجاهدون من يعني الجنسية الأفغانية. شفت أصلا ممكن تربح قلاية هوائية بالأفغان أو بلد عادي. فاللبس الأفغاني مو هو السبب الرئيسي لهاي الهوسة اللي سووها النواب العصاب بالبرلمان. قصدي بيانكم ضد المسلسل تحديدا لو ضد استهداف اهل الجنوب، هو ما كان بيان خاص بجهه فقط، انما صدر اكثر من بيان شخصيات له يعني علاقه بهيئه الاعلام والاتصالات، وصدر بيان رسمي من نفس الهيئه، وكذلك صدرت بيانات من شخصيات عشائريه مهمه. صح. هذا النفس ليش تتنفس؟ المزاج كلش ابو القيق الهالات السوداء دزيت جوا العين، مشارك بمسابقه قدام مول المنصور، خاف متحسس. زين ليش ما تحط خيار بوجهك؟ راح تقول لي منين اجيب خيار؟ من المزقيس. قيقو واصل مرحله من الفيخان، قام يدور مسلسلات ويعترض على اللبس اللي بيها. نسمع احلى سينك بقلبي يحفر ويفسفس. ايش مالك يا حظ منشول لو متحسس؟ دا اشوفك على المسلسل هواي متنحس من ورا التنشق صاير بالدعفس. الله مع تحيات تسجيلات عدي عواد بغداد مقابل وزارة المالية، وردين فرع آخر في وزارة الكهرباء. زين ليش ما شفعت للمسلسل انه احد ابطال المسلسل مطلع يشبه قيقو؟ ايش راح يسوون الممثلين خطيه؟ ايش راح يسوون؟ شنو لكم الرد الثاني؟ شنو الرد الثاني اذا الدوله ما اتخذت اجراءات؟ نعم احنا الرد الثاني نحاسب قانونيا وعشائريا. اولا نستدعي دعاوى بالدوله، وذول اللي قاموا بالتمثيل لانهم هم اولاد عشائر. زين ذول احنا نقاوم حتى عشائريا نحاسب. تقصد الممثلين اللي يمثلوا الادوار؟ اي نعم. راحوا بيها، راح يسوون لهم تجربه اجتماعيه للممثلين. جيبوا ابو تيشيرت الاحمر، لا تخافون عادي، هسه بنفسجي الطب وقيس يسوي لكم داور كيسه. اذا الممثل جاي دخل من العمل فت 50 ورقه راح يذب 50 مليون فصول وبسعر الصرف الجديد. هي هاي المزحلقات من تجيك، بس ما يحتاج والله ايش دعوه تقاومهم خطيه على باب الله. الناس شباب منا ورايح اي فيلم باع قبل لا ينبث يمر على الجهات الاتيه حتى يعني يوافقون: هيئه الاعلام والاتصالات، شيوخ العشائر، عصائب، كتائب، نجباء، مال ابو الاء، حسن سالم، مصطفى سند، ولازم يعجبه العمل لهم طبعا اكيد لانه هو صاير هذه كلش مهمه الاعمال عجبه، وقيس، وذلك حفاظا على ارواح الممثلين. بس بقى اسبابكم لمنع المسلسل كلها مو مقنعه بالنسبه لي. انا عندي اسباب الخاصه اللي اعتقد اهم من اسبابكم، واللي هي المفروض يتوقف بث هذا المسلسل من وراها. أنا شفت الحلقة الأولى فقط وما قدرت أكمل بعد، وهمزين منعتوه. مبدئيا أسبابي لمنع مسلسل كاسر، والآن مع فقرة سنح. هذه الفقرة ليس الغرض منها الانتقاص من الأعمال الفنية أو الإساءة للممثلين، بل لغرض الدعابة فقط مع خالص حبنا واعتزازنا، لذا اقتضى التنويه. اهلا بكم في فقره سنح. مثل ما قلت لكم راح اشرح بهاي الفقره اسبابي الخاصه اللي اشوفها اكثر منطقيه لمنع مسلسل كاسر. نبلش بالحلقه الاولى. المسلسل شغلي غصون شغلي.
هناك كان البطل مال المسلسل بده يطبق حصانه، افترجت طلقه تاهه بالكتف. بالريش ان شاء الله، بالريش. غموض يا ولد. حبيت. كملي غصون. الحمد لله طلعت مو تايهه الطلقه. بنيه ملثمه هي اللي صادتها، شايله كار بدون سكوب. الظاهر نازله سيرفر بوحدها. كملي. ارجع من ما جيت. شلون ارجع؟ ما اقدر. لما قوم امشي بساعة. اهلي هسه اذا يجوا ويشوفوك يقتلوك. باعتبارك ضربتي صجميه. الطلقه فرت الوادي بمكان انقلب مصراع. قطيه المسكين قام ليش؟ كملي غصون. تدرين هاي الطلقة أحلى نيشان صارت لي. ايه شو تسوي اذا انت مقضيها نوبس حالك حال البصراوي؟ زين ليش ذبت سلاحها علي؟ سيدي سلاحها بهواي شغلات، بسكوب، بقرابات وسكينه هم ما تحط. وسكينه تشيتر ما تصير لك شاره والله. كم يغصون؟ هاي ثريا هم صادت واحد غريب. والله يا اخوي هاي ثريا بنتك تسوى 1000 رجال، خل نروح نشوف منو هذا الغريب. يلا. إيه ليش ثريا قاعده تصيد بالغربه؟ ليش هوايتها صيد الغربه؟ هم صادت واحد غريب مو اول مره يعني. هم تلقى اكو مقابر جماعيه بالقريه. ثريا ليش قاعده بالركن وتصيد بالغربه؟ ليش؟ نقدر نعتبرها تجارب اجتماعيه. مجرد طلقه بالكتف عادي. زين ذولا اللي صادتهم وين راحوا؟ لو الواحد اللي ينقتل يعيد من البدايه يسوي ريديبلوي. شنو وين هذول؟ ما عندهم اهل؟ ثريا بنيتي شنو اللي صار؟ ما صار شي يابا. شفت من ذول الغربة فات للديرة صوبته بس هو شرد. اها شلون يا بنيتي شرد؟ وسهيلة تقول صوبته ووقع بالقاع لا حس ولا نفس. اي صحيح عمي، انا صوبته وهو فعلا وقع، ومن رحت دا اتاكد منه لقيته مهزوم. بنتي انت ما تجوزي من هاي السالفه، على يوم تنكتلين ونخص رج من ورا رمي الغربه. رمي الغربه ادمان صار اكو برمي الغربه. ما اقدر صدت من ذول الغربه لازم اقتلهم. هنا شوف لاحظ هنا اجوا بقيه السكواد وطشوا بالسيرفر. الظاهر الخريطه كبيره هوايه هاي وبيها هوايه الوائي بهمات، وعنها جناز يدور جثث دي يسويه سمات اورجانيك للقاع. يمكن شلكم بهالدوخه قفل القريه باسورد احسن ما كل ساعه جاي واحد غريب وتضطر ثريا تقعد كتله. كملي. لا ابو ثريا خليها، ثريا عاشت ايدها والله اصيله بنت اصيل. يا اخوي قريتنا قريه خير وبركه، واذا ما يشوفون من عندنا العين الحمراء تصير صفر دحى. والله حجي انت تدور سماد ببلاش. شنو الثريا هاي السلاح المنفلت هاي؟ هوايتها تقتل غربه. شنو رحمه من الله تقتل بس غربه، اذا يخلصون الغربه تفتر على التيم مالتها. هم زين شايل سلاح مفرد، هل نعطيها بكيس يطب تسوي ماس شوتنج بالقريه كلها. الزمها الثريا. كملي. هسه هي مطيه مجال الواحد يمر بالقريه، يجوز الرجال جايب شغل. يا اللي عنده شغل ما يدخل ملثم. جوز ما ملقح وخايف لا يأتي احد وملثم. ماكو احد يمر من القريه اذا ابو ثريا بالكتف. يجوز بردان خطيه مغطي وجهه. ليش ثريا ليش؟ مخلوق هذا اللي تصوب وده يمشي ورا ما تصوب. تعرف الواحد من يتصوب لازم يسوي كارديو، ينزل فات، واحتمال بالمشي تطلع الطلقه شويه من الجلد. يقولون تطلع بالخروج مرات. تقلي على المشهد اللي ورا. هاي البومه تعشق الشيخ.
الشيخ هم يعشقها؟ وين يدري هو حتى يعشقها؟ غير بدا يدري يقتلها يموتها خلاص. خلي تقوم ترقص. لا ما ترقص هي مبوزه ما ادري ايش بيها. انا اعرف شلون. هذا مسدس لمس بدون ما تدوس زناد يقتل عني هو. اذا بس طلع هو يفتهمك ويقتل. هو هذا السلاح المنفلت، وهو واحد يقرر ذكاء صناعي شات جي بي تي جديد هذا. علي قوم تجربة اجتماعية قوم. اوكي ننتقل المشهد اللي وراه. هذا المسلسل منع وبعدها يزحف. والله ترى الطلقه بكتفك. ليش تزحف؟ ليش تزحف؟ سيدي مصوبتها بعيونها. لا سيدي اموت لو تجربه اجتماعيه. تجربه كملي غصون. هذا بعدها يزحف. هذا منو اللي يعيط؟ ما تدري منو هذا، ما تدري من يده يطلع الصوت، ما تدري اليوتيوب مشتغل والجيجات خلصين، من مسجل مال حصان مشتغل. اخي انت مضروب طلقه، المفروض زحفك يكون بطريقه سريعه، جردة او زحفه ديك ورا. بعدها ده يزحف 6 ساعات يزحف، جلسة برلمان مو زحفة، ومستمرة هاي الأصوات بالباك جراوند. ما تدري القرية هاي بالعراق، ما تدري بالأمازون، نظرا للتنوع الأحياء اللي بيها. بس الحمد لله وصل المكسيك. خلينا نشوف بالله. هذا شاعل نار ويدفي رغم الفوق اخوص. والحمد لله عناصر الامان والسلام بهذا المسلسل 0. ما تعرف هذا ايش دا يسوي بالمكسيك؟ يشوي زرازير للسكاره، ما ادري دا يبيع بنزين للحصون، ايش دا يسوي هذا؟ منو؟ هذا طلع دا يحمي خنجر حتى يشق المتصوب بالنص، والطلقه مبينه يقدر يجرها بسنونه عادي، ما مرت ظهره بالسكينه شوهها اكثر من الطلقه. والنوب هذا عياطه من ورا الخنجر رغم انضرب طلقه وعادي ما عنده شيء. عادي. رجاء حبيبي صوتك نصي، الردها نايمين، مو بس انت مضروب طلقه، هاي كاتله نص القرى ترى، لا تفيك علينا، صار لك 3 ايام تزحف على كيفك. هذا كان مضروب طلقه لو استكان مال حجامه. هاي شو خارجيه الطلقه هاي؟ بسمار لحم فوق الجلد. حبيبي حكها الطلقه تروح، ما يحتاج سكين تحميها، وجبتها زحفه من الطارميه كملي شو راح يصير بهذا المسلسل الجميل؟ واسمك؟ اسمي؟ اسمي مظلوم. مظلوم؟ بس عيونك
مو مال مظلوم. قلت لك 100 مره لا تطب بهالقريه بمكياج حفلات. عيونك مو مال مظلوم، عيونك مال هيفاء بصراحه. ثريا. ها يابا. بنيتي ترى هذا تصرفك غلط. ليش يابا انا شو مسويه؟ شو مسويه؟ تدافعين عن القريه، قلنا ما يخالف، بس ما تطلعين تدورين خارج القريه، هاي شو يسموها؟ ما تخافين على نفسك، على اهلك، على ابوك. بس يلا تذكرت بالبارحه السالفه، رجال الصواب وزحف وعالجوه ودزوا لبيتهم وطلعت عيونه مال هيفاء. بعدين شنو طلعت طالعه برا القريه؟ هاي جيف دامر مو ثريا، هاي تسوي كابتشر فلاج. ظل بالي على هذا وضع الكاسر المصوب مظلوم خطيه بعيون كحيل. ايش صار بي؟ متعب. شو ما تاكل؟ يعني انت مو مظلوم. المظلومية يعني سعادة. والله هاي انا ما افتهمتها شيخ. عندي عدة نقاط. أولا هذا رأس الغزال اللي بالباك جراوند، احنا بتكساس. ثانيا اكو ذيب بنصهم دا ينتظر ياكل، ما ادري دا ينتظر واحد يعطيه لحمة محنط. ثالثا والأهم دا ياكل فريد بإيده المصوب بيها. شلون؟ ولا تقول ظل يزحف يومين من وراها. كمل ليش ايش راح يصير؟ حرام عليكم. اقول بالنسبه له بالصوت مال المسلسل وين حاطين المايكات؟ بالعين ذني ناظور معده دا يسوون الممثلين. بعدين شلون نهايه الحلقه منين يجيبون الصوت؟ ينتظرون الخروج مال الممثلين. المايك بلا زحمه حبيبي. فضونا. شو وقت دخلت الحلقه؟ ومن أجل هاي الضحكة فقط يجب منع المسلسل ومنع الممثلين ومقاومتهم عشائريا. وأنا مع أنه ينزل عليهم عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية. ضحكة شريرين. أما المسلسل الآخر اللي أنا تابعته برمضان، متشوق جدا أني أشوف حلقاته، وللأسف نازل بس على HBO، أبل TV وأمازون برايم وقناتنا بغداد. لا تقول لي غيد، لا تقول لي العشرة، لا تقول لي خان الذهب، لا تقول لي بريكنج باد. مسلسل المهمة. تحذير تحذير، يرجى ربط الأحزمة. تحذير تحذير، هذا المسلسل للكبار فقط، وخصوصا للأعمار ما بين 103 105. احنا من تايتل دخول المسلسل نقدر نكتشف ونستشف انه المسلسل الموسيقى مالته انعزفت بتليفون سامسونج سي 100. بعدين مسلسل بطولة مازن محمد مصطفى وطه المشهداني وزمن علي. زمن علي منو زمن علي؟ هذا ميل جيبسون، هذا بس مالتنا. عموما اوكي. قصة هذا المسلسل والله ما اعرف شنو قصة هذا المسلسل بصراحة. رغم شفت كل الحلقات. نشوف بعض المشاهد من ذا ميشن. الرياضيات مضروبة، اكو غلط بالصفارة عندك حجية دقيقة. هو الداين 10 وانت تطلبين 1,350,000، صار 1,450,000 والقلم يسجل 1,500,000. شنو الفيلم؟ قلم باركر هذا؟ يعني هو راح ينطلب 150,000 زيادة على مود 10,000 هو دا يجمع فلوس للعرس اللي بعدين راح تندفع كلها فوائد لل10,000 مال كروة اللي الداين حتى لو للشغل وجمع فلوس للعرس. اكو ربا محارم دا يصير بهالمسلسل. حجية نور زهير هاي سرقة القرن، ترى هي هاي 150,000 على مود 10,000. شروط صندوق النقد الدولي اخف. كم لي هم صندوق التنمية الكويتي هاي. لا ويقول لك الصين تغرق الدول بالديون حتى تاخذ مواردها.
ام جبار الفراشه وام السمك والباب دا يندق. اكيد مدين جديد هذا اكيد. ابو غيث محتاج منك 10 ورقات حتى يصلح السياره ومن عندها يرجع لك الاقساط. ها والله تعرفين يا خيم، يعني تعرفين الحال منين انا شلون ادبر هاي ام عمار 10 ورقات يرجعن لك وفوقاهن حلاوتك. شلون يعني؟ ما افتهمت. ها انا اقول لك ينطيك كل شهر ورقتين لمده 6 اشهر. اي وراها ورا 6 اشهر ينطيك 10 ورقات. لا 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 السيناريو بالرياضيات مو لا لا اكو دقم ناقصه بالحاسب عندكم. لا دقيقه، هي راح تداينا 10 ورقات بعدين يرجعن ورقتين كل شهر لمده 6 اشهر. هاي 12 ورقه. حلو لحد الان فايز مقبول 20%. ال10 ورقات اللي انضافوا بالاخير شنو؟ شو صار 20 ورقه على مود 10 ورقات، 22 ورقه على مود 10 ورقات. محرك مال كورفت. ابو غيث انت عندك محرك مال زين بهاي الحاله ابو غيث شلون راح يرجعهن الفلوس؟ أنا راح أدبر لكم ال10 ورقات، بس شنو؟ أريد ضمان. شنو الضمان خيه؟ ضمان حجة البيت. حجة بيت ب 400 مليون على مود 10 ورقات جفت محرك سيارة؟ هذا محرك مال ايرباص. ابو غيث طيار انت؟ طيار انت صاحب فلاي بغداد مو؟ سيارة ابو غيث شنو اصابني الفضول؟ شنو سيارته شنو؟ بشرني خلصت السيارة؟ خلصت ان شاء الله سادي. شلون صارت سيارتك؟ لا ان شاء الله خير. يا تشغل الكاش شوفه. يا بس تريدك تريد انك تسحقها سحقه زين هذا؟ اللي قد باقي عليه؟ باقي على الحساب 400 وانت موصل 800. اي صحيح. اي كبت واحد 200. اي بقى عليك 400. هاي 400. طب لا طب ما عندك حجي. الله عليك. دبرناها حجي. ان شاء الله الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. ها طلعت الانترا الشكل المقدس. طلع ابو غيث متداين 10 ورقات يعني 1.5 مليون على مود يجفت محرك الانترا الشكل المقدس. واخر شيء دفع 1,200,000 ال 300 الفرق وين ابو غيث؟ الفساد الاداري هذا ما مقبول بالربا ابو غيث. انت دا تشتغل طيار على باب الله، ما يصير تبوق 300,000 ابو غيث. علي طلعت الانترا 420 مليون على 420 مليون انطي على الانترا سعرها 80 ورقه. تدري كم الانترا بال 420 مليون؟ تصير وكيل مال هوندا يا حظ ابو غيث. هسه المسلسل لحد الان ناقش الفايز واضرار الفايز. القضيه الثانيه اللي ناقشها المسلسل هي التسول. عندك هنا وانت شعلي حلو. ظاهر بعدك جديد على الشغل. يا شغل هذا المكان مكاني واللي يجي هنا جديد اواري الوجه الثاني. لازم الشارع ماخذه ايجار. الظاهر حشاش ماخذه سرقف لي وادفع شهرين والثالث مجانا. طقطق له بعد ما اريد اشوفك هنا. يلا شوف ترى طاقني العوز وشايف نجوم الظهر، بتروح مني لا اروح اصيح لك الشرطه. صار طالع لسان وصايره تحكي. انت والشرطه مالتك بتليفون واحد ازبكم فوق الشمس. اتهمت؟ اوه هذا الكلام هواي سامعني. وهاي ما طلع ما لكم علاقه. هذا اللي شايل الموبايل ده يصور جريمه القتل هذا صحفي، فمن باب حق الحصول على المعلومه المكفوله دستوريا فده يصور الجريمه اللي تصير بالتقاطع بنص الازدحام. يعني ما وقفت على واحد ده يصور. فهذا اختلاف على مناطق النفوذ بين المتسولين، وهي شغله شائعه بالعراق ما وقفت على الامجاد. يعني جريمه قتل وسط انظار الجميع من قبل مراهقين يملؤون الشوارع في احد التقاطعات المروريه. يا ترى اين الدوله عن هؤلاء ومن يقف وراءهم؟ وراكم انتم وسيادكم، انا وياكم والزمن طويل. وياهم والزمن طويل مو عليهم. شغلته وياهم راح يشتغل وياهم. انت عوفك هوايه اشياء بهذا المشهد عوفه ما لنا علاقه بها. من ضمنها هو دا يكتب، دا يسوي هيك ودا يكتب وماكو شيء على الشاشه دا ينكتب. عموم هذا عرفتوه؟ هذا اللي صور الجريمه بالتقاطع هو نفسه. هذا بطل المسلسل البابارازي اللي يكشف الاشرار. وياهم والزمن طويل. احفظوا شكله كلش زين هذا. صار عندنا احداث المسلسل الفايز واثره على المواطن ومافيات التسول والصحفي الشريف.
وبسيطة يا منتجين المسلسل، وياكم والزمن طويل. عافية. بس نعرف انه القانون وصل للخيط الاول للقضية والقوا القبض على المشتبه بها بالقتل، ولكن كنا نعرف ايش راح يصير من يلقون القبض فساد اداري. جاي احقق بقضية هذا الشاب اللي انقتل بالتقاطع. وين وصلت؟ سيدي بعدنا ما توصلنا لشيء. احمد اخلي سبيلي ليمك، احمد نفذ الاوامر. مبين معارفك هواي، بس لو انا لو انتم وراكم والزمن كفيل. مفضل. نعم سيدي. خذ الخانم كمل اجراءاتها واطلق سراحه. يلا قوم. يمه الميز اموال دولة على كيفك. كامش حمدية الجافية بجدية على كيف. فوض علي. نعم سيدي. تعال كمل اجراءاتها واطلق صراحة. مبين معارضة هواي. هاي سيدي. اندمجت شوية بالمسلسل، صرت لوست شوية بمسلسل لوست. القضية الأخرى اللي ناقشها هاي المسلسل غير مبين معارضة هواي. اوقف لحظة، هذا مو نفس اللي اداين 10,000 ومطلوب 1,600,000 بس كوسترات مطلوب 1,600,000 حتى يلم فلوس العرس؟ هذا طلع مجرم، طلع يخطف عالم. ما ادري اشترى طفل بال 10,000 زين هذا مو صديقه بالاجرام، عنده سيارة، ليش ما مرة ياخذ الدربة؟ ليش خلاه يداين 1,600,000؟ القضية الأخرى اللي يناقش هذا المسلسل هواي عنده ملاحظات هنا. مبدئيا الكيلو اللي انشالت من الجثه ب5 ثواني، هذا الطبيب يستحق نوبل بالطب. هذا ماكو هيك امكانيه جراحيه عنده ما شاء الله. انطق على السريع. بس المؤاخذه اللي عندي، عوف الازواء على صفحه، عوف المكان اللي طلع من عنده الكليه، طلعها من معدته. الكليه حاطها بصندوق مال دينة ابو علي، دازه بسفرطاش تغدون بيه. مسلسل بحلقه واحده ناقش كل شويه القضايا ما شاء الله. صلوات على محمد. غصون عيني، سوي لنا زبده المسلسل بلا امرا عليك. القضايا التي ناقشها مسلسل المهمة: أب متسلط محارب للثقافة والمتنبي، تجارة الأعضاء البشرية، مافيات التسول، الناشطين اللي يدورون عدالة اجتماعية، ضابط يريد تطبيق القانون بس محصور ضحكة، الفايز وأضراره، استغلال الأطفال، ابتزاز الأطباء، السلاح المنفلت في وضح النهار، إدمان الكحول بين طبقات المجتمع. ابو عرضه كبنون شلون عنده عيون. خل شوف هذا بالتاكسي الواقف ذلكتين للبيتنا. صفقة كبيرة القادر، مسلسل مهمة، أحلى مسلسل برمضان. احنا بالسفينة كلنا نتابعه، إذا تريدون تنضموا لنا سوينا أكاونت على انستغرام اسمه فانز مسلسل مهمة. هذا تعالوا انضموا لنا ونعيش باقي أحداث المسلسل العظيم. أما بالنسبة للهوسة اللي صايرة على مسلسل دفعة لندن، شوف حبي بقى. أنا ورا الهوسة قلت خلي أشوف هذا المسلسل إيش بيه. بأول مشهد تطلع الأميرة ديانا تركض وحدها بالشارع ويلحقوها صحفيين، ومن دون كل الشقق دخلت بشقة مال العرب يصبون أكل، وأول ما تدخل تطشر الأكل وهي دخلتها بمشهد قديم متروس راكورات وجرافيكس عاوي. وبصراحة أنا ما أحب المسلسلات الخيالية، فبطلت أتابع من ورا هذا المشهد. يعني لا تكبرون الموضوع. وبعدين بوسط هذا الكم الهائل من الأعمال اللي نازلة برمضان، من الطبيعي أن يدور المؤلف أو المخرج على حدث يثير الجدل بين الناس حتى يصير ترند، حتى تصعد مشاهدات المسلسل. فلو عايفين متفرجين مسلسل مهمة أقل أحداثها واقعية أكثر. خليكم ويانا. خطار جوني اليوم يقروا لي أشعار
بس هم ما يدرون ما عندي خطار. يا شعر اشكرك يا شعر، هاي شبيك؟ جيت ارد اشوفك ولا تسوي ذني وياي، ازعل واعوفك. يا فهد لا تضوج، لا تسوي عركي، رجلي على رجلك هاي ازعل وتركي. مش دعوه عم ايش صار واحنا ايش حكينا، اللي يعجبه ليش يفوت ويمر علينا. منون تحيز. نحبك احنا هواي وانت من الاحباب، وبشرط كون تصير ويانا حباب. شو تسوي سوي وقول واحكي تريده، واصبر لي الا هجيك بقرب قصيده. ها فهد، شفت شلون ضربتني ضربه؟ بس تحكي كلمه النوب الكون قلبه. اشكرك احمد الله والديك، ممنونين شباب ممنونين. مسيطر انت هواي اشوفك يا البشير. طبعا بزود تحكي بكوكبك لاقينك، وبعد بس تغثني رجعك للعراق وانت تعرف من المنتظرينك. شنو متفقين عليه؟ انا متفقين عليه. لا بس انت تغدرني يا لا تصفقون لا يا هلا استريح. شكرا. انتم تزوجتوا لانه اسمكم سجع شهد وفهد؟ لا يعني دارمي شهد لا ليش زوجتوا؟ انا اخويا عنده فهد وشهد. هاي شنو؟ قبل لا اتعرف على فهد. عنده توم اوكي ما شاء الله. بعدين اجى فهد فصاروا اثنين توم. فهدين وشهدين. احسن. ايه زين، يعني مو لانه اسماءكم. لا اكو والله كل عقلي عبالي اكو ترابط روحي قوي اكثر من الاسماء. انا قلت لهم فيك هيك بينكتب سهل وهذا. لا شغلات الكارت الزواج. لا اكو اشياء اثمن. حب هالسوالف هذه؟ لا اعمق. شو بعد شكو؟ لا عبرنا الحب. فلوس عندكم فلوس شنو؟ اعمق احمد شنو السالفه؟ شكو حشونا علموني. لا ما نقول. سؤال شويه هو يعني عميق، وسؤالي راد لجواب. شوف ضويات طرقاعه. ولاحظوا ان انا متفرج كات نكات، فمن حقي احكي شغلات سخيفه. يلا اوكي. حظنا اليوم متفرج لا والله يوميا صار لي من بدايه رمضان. لا انتم من تزوجتوا فتحتوا الشبسه على المشاهير الزوجون. حلو اي والله صح. والله صح. انتم يمكن اول يعني من تزوجتوا كلها قامت تزوجت وراكم. شنو القصه؟ احنا ترى اول مستهدفين. احنا دائما اول يعني. احنا وقعنا بها اول بالبدايه. اللي صفونا اول. يعني احنا نشيل القضيه الدعوه بالبدايه. اوكي ورانا يعني حلوه هاي فتحتي الشبسه حبيت. والله احس بيها. تحسها مال اهلنا. اي قرفتي حلوه يمكن. ومنو بعد وراكم تزوج؟ يعني قبلنا بكر وهيفاء. ايه. لكن بكر وهيفاء متوقعين انه يتزوجون. لانه هم اعلاميين وبمجال واحد ويطلون علينا كل صبح، فمتوقعين انه يتزوجون. بس من اجل عينتين ما له علاقه. ما له علاقه بالوسط، ما له علاقه بالموضوع، وراسا خطوبه ومدري ايش فشي ما متوقع يعني حقيقه بصراحه انه ممكن المتلقي يفهم شهد ما تريد تعلن زواجها، او بالمستقبل اذا تزوجت راح يكون زوجها خلف الكواليس. لكن الموضوع لا اختلف تماما. راح نلعب ايضا لعبه اسمها لعبه التوافق. نشوف ايش قد متوافقين. اوكي. فهد ايش قد زاد وزنه ورا الزواج؟ شنو الاسئله هاي المندسه؟ شو اشوف؟ اوكي 12 كيلو 12 تقول ولا كيلو ولا كيلو الله عم والله انا حبيت دجاملي امسح يلا امسح. شرفتونا استمتعنا جدا وياك. شكرا جزيلا. ثانك يو الك. شكرا جزيلا مشاهدينا، نشوفكم حلقه جايه. تصبحوا على خير.